أسعد الله مساءكم بكل خير. إياني وياكم والظلم، إياني وياكم والظلم. هذه في وحدة يا جماعة الخير، بنت عائلة ثرية منع من الله عليهم. كانت عندهم شغالة من شرق آسيا، طلبت منها عصير وجابت لها العصير، فأزلقت الشغالة قبل ما تصلها وانكب العصير على ملابسها. على طول مباشرة بدون أي مقدمات قامت البنت والفع الشغالة كف. طبعا الشغالة مسكينة، لا مالها لا حيل ولا قوة، غصبا عليها، بس عاد ايش تسوي. فلما ضربتها كف نظرت في الشغالة ورفعت يدينه تمتم بكلام وطلعت. طبعا البنت جميلة وكل يتمنى يتزوجه، وكانت ترفض ناس اللي قبل. المهم تقدم له أحد الشباب ووافقت. طبعا بعد كم من يوم انتفخت يدها وراح للمستشفى وناظر وش الوضع، قالوا ما في شيء، طبيعي، ما في حاجة، ما شفنا شيء. بعدها بكم من يوم تطلع حبة باليد، راحت ثاني مرة المستشفى، كشفوا عليها قالوا والله ان عندك مرض الآن خطير، لابد من بتر اليد. طبعا انصدمت من الخبر هذا، واهلها طبعا مقتدرين ماديا وما عليهم ماديا، فضلوا انهم يودونها لحد المستشفيات الأوروبية الكبيرة، ودوها صلحوا لها أشعة وتحليل، نفس الشيء هناك، قالوا نفس الكلام اللي هنا ينطبق هناك، قالوا لابد من بتر اليد. طبعا لما قالوا كذا رجعوا للسعودية ثاني مرة. عندها أخت ما شاء الله حريصة كل الحرص، كل ما جتها عاملة منزلية تاخذ عنوانها وتاخذ حساباتهم كل شيء، أحيانا معطيهم زكوات، يعطونهم مساعدات، ما يتخلون عنهم. جات اختها قالت يا بنت الحلال، يمكن ظالمة الشغالة اللي راحت اللي انت ضربتيها كف. قالت كف عادي يعني. قالت ولو كان انت عندك عادي، بس هي عندها ما هي بعادي، خلينا نتصل عليه ونشوف ايش الاوضاع. طبعا هذيك ما قعدت الشغالة سنتين، عيت تجدد وراحت. اتصلوا عليه وش اوضاعك؟ قالوا اوضاعنا دمار جدا، بيتنا لا درايش ولا بيبان ولا كذا، وتعبانين ماديا وكل حاجة كذا كذا. الولد الأخو والبنت لما شاف الوضع كذا قال خلوا بسافر لهم أحسن. سافر لهم وراح فعلا، قابلهم، قابل شغالتهم الأولى وناظر بيتهم، فعلا تحت خط الفقر على قولتهم. قال أنا بسألت سؤال يعني للشغالة. قالت وش؟ قال أنت داعية على أختي يوم ضربت كف كل يوم؟ قالت نعم. وقعدت 3 أيام وأنا أدعي عليه. قال وش كنت تقولين في الدعاء؟ قال كنت أقول إن الله يقطع يدك اللي انت ضربتين بها كف اليمنى. قال طيب والمطلوب الآن وش تبين علشان ترضين وتسامحين أختي؟ قالت بس صلح بيتنا. قال أبد، أنا أصلح البيت من إلى، هذا مبلغ وقدره، وأضيفي على ذلك أنا بشري لك بيت ثاني. طبعا البيوت عندهم هناك ما يبغى لي رخيص، على 50,000 60,000، ويشري بيت ثاني على قولتهم له مبلغ وقدره، وحط بحسابه بالبنك مبلغ وقدره. وهي على طول مباشرة سامحته ودعت له. طبعا رجع بعد 3 أيام، فلما جلس مع أخته قالت أخته تصدق عادي يا أخوي، والله العظيم أول مرة أنام نومة هنية من 3 سنين من يوم جانا المرض، وأنا أول مرة أنام نومه متهنية، غطست أحلى غطسة. وسبحان الله العظيم قعدت فترة وبدت تخف إيدها شوي شوي. فلما راحوا وصلحوا أشعة وتحليل وكل حاجة قالوا ما في أي خلية، ما في أي حاجة، ما في أي مرض بيده، سليمة 100%. فمثل هالقصص يا جماعة الخير والله أنها تعطينا دروس وعبر في الحياة كلها. فأنتم انتبهوا ونبهوا أولادكم وبناتكم، إياني وإياكم الظلم في الشغالات، في السواقين، في العمال اللي تحت الكفالة، ولا كل واحد عطوا حقه واحترموا وقدروا. لا تعاملوا كأنه حيوان، عاملوا كأخ، عامليه كأخت، لا تعاملينه كعاملة منزلية وتهنينه وتحقرينه. والله ما تدري لو هالضعيف المسكين يدي عليك دعوة يخليك العمر كله تتمنى علاج ما تلقاه. حبيت أعطيكم القصة هذه للعظة والعبرة، وأتمنى الله أن الله يحفظ جميع أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلينا إن شاء الله. والله يشافي كل مريض ويعافي كل مبتلى. أراكم على خير في قصص قادمة، وفي أمان الله، مع السلامة.